السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير. عاملين ايه حبايبنا؟ النهاردة ان شاء الله هجيب لك وصفة جبارة للمعالق والشوك بتاعتك، هترجعها زي الفضة واحلى واحسن من الجديدة كمان. بس عايزة منك لايك وتشتركي في القناة وتعالي لما اقولك هنعمل ايه. شايفين منظر طبعا الشوك والسكاكين والمعالق طبعا. بص انا هخليها لك دلوقتي فضة. عارفين فضة يعني ايه؟ سمي بالله نصلي على الرسول. هنا معايا نص كوباية خل كبيرة اهو، ومعايا نص كوباية من الكلور الخام. الخلطة دي يعني بصي جبارة جبارة. انا هوريك النتيجة دلوقتي. خلاص يبقى حطينا نص كوباية خل، حطينا نص كوباية كلور خام، ومعايا هنا مية سخنة، لازم تكون مية بتغلي يعني اهو. واخد كوباية من المية السخنة اللي بتغلي دي، وعليها معلقة كربونات الصوديوم، واقلب كويس قوي اهو. واضيف بقى ايه الخليط ده كله، وانقع بقى المعالق والشوك والسكاكين بتاعتي. يعني يفضل انك تنقعها من بالليل، هتاخدي نتيجة احلى من دي كمان. دي نقعتها حوالي ساعة تمام، وبرضو جابت نتيجة حلوة. بس انا بقى بالامانة انت لو نقعتيهم من بالليل هتجيب معاكي نتيجة احلى من كده بإذن الله. تمام. وهنا معايا حبة بريل مواعين اهو. وافضل بقى ايه ادعك. انت بقى لو نقعتهم من بالليل مش هتحتاجي الدعك يعني قوي. تمام. هنا معايا طبعا التليفون، وايه مش عارفه مش مالكه ان انا اصور لكم، بس بص النتيجه من غير اي حاجه. شايفين اللمعان اه. حطينا نص كوبايه خل، حطينا نص كوبايه كلور خام، ومعلقه بيكنج باودر، وميه سخنه، وفيري بتاع مواعين. الخلطه دي انا مقولكمش على تاثيرها بصراحه. خلت لي المعالق والشوك والسكاكين عاملين زي الفضه بالظبط. وهوريكم الميه اللي هتنزل منها. بصوا شايفين ده كده بايد واحده، يعني بعمل كده بايد واحده مش مالكه قوي. هحط انا بقى دلوقتي التليفون كده على البوتاجاز، وهغسلهم وهخليهم زي القشطه اهو. متنسيش اللي بتشوف الفيديو دلوقتي تدعيلي وتشتركي في قناتي، تنورين وتشرفين، ولايك حلو منك كده، وتشيروا الفيديو ده على اوسع نطاق عشان الناس كلها يعني ايه تستفاد منه. شايفين في صدى طبعا، وفي بقع، وفي بصة. شايفين السكينة عاملة ازاي؟ شايفين الصدى؟ هيطلع بمنتهى السهولة والله اهو اهو. هفضل بقى ادعك كده. على فكرة برضو لو عندك كوبايات برضو مصفرة، اي حاجة ازاز. بصوا شايفين المنظر السكينة؟ عندي كوبايات برضو تنفع الخلطة دي في الكوبايات اهو. تخلي المعالق بتاعتي زي القشطة اهو. اي حاجة عندك ازاز برضو هتنفع. كملي الفيديو للاخر. والمية طبعا اللي هتطلع منها مش هنرميها، نستعملها برضو. هقولك في اخر الفيديو مفيش حاجة احنا بنرميها اهو، هنستفاد منها برضو. شايفين المعلقة كانت عاملة ازاي؟ سواد كده وصدى من الركنة طبعا. افضل كده ادعك. كل ما تنقعيها زي ما قلت لك كده، لو نقعتها من بالليل المواعين اللي عندك الشوك والسكاكين يعني وكده. وعلى فكرة لو عندك برضو اطباق ستانلستين برضو هتجيب نتيجة معاها حلو. بس الألمونيوم لا، الألمونيوم أصلا هي دواها الحلو في المواعين، تدعكيها حلو قوي بالبريل. تدعكيها كذا مرة كده هتلاقيها تلمع معاكي. إنما حاجات زي الستانلس كده اهو. بصوا شايفين النتيجة؟ شايفين؟ بسم الله ما شاء الله.
ايه رأيكم؟ قسما بالله والله والله دي النتيجة. وهوريكم الدليل، المية اللي هتطلع منه بصوا فضة اهو. جربي كده، جربي كده الوصفة دي وقولي لي رأيك ايه. اهو شايفين المعلقة بتبرق ازاي؟ اهو هتخلي لك الشوك والمعالق والسكاكين بتاعتك قشطة. ودي بقى المعالق الصغيرة بتاعت التوابل بتاعتي برضو نقعتها وغسلتها، والعصارة بتاعت الليمون والمبشرة كله خليتهولك زي الفل. وادي الشوك بتاعتي اهي قشطة اهو. حتى لو جالك ضيف ولا حاجة تشرفك كده قدام ضيوفك. تمام. وادي يا ستي الشوك والمعالق بتاعتنا بقت زي الفل. طب المية انا هوريكم بالامانة قسما بالله، هي دي المية اللي طلعت من الشوك والسكاكين اهو. شايفين؟ انا عندي البوتاجاز هنا برضو، قلت بدل ما ارمي المية دي لازم استعملها. هغسل بقى البوتاجاز الستانلس بتاعي، هتخليه زي المراية. هوريهولكم دلوقتي اهو. وهغسل كده الباب بتاعه، وادعك كده الجوانب حلوة قوي. اي دهون، اي صدى، اي بقع، الخلطة دي هتخليهولك زي الفل اهو. افضل ادعك كده بقى اهو. يا رب اللي بتتفرجي انت يكون الفيديو عجبك كده، وتشتركي كده في قناتنا وتنورينا وتشرفينا وهتستفادي، والله هتستفادي ان شاء الله اهو. وضعك كده حلو قوي البوتاجاز. العيون دي بقى بتاعت البوتاجاز لها خلطة تاني ان شاء الله، هعمل لكم فيديو تاني باذن الله اهو. وامسك كده، ده طبعا بيبقى مدهن ولما تبقى ايدك في الحاجة كل يوم طبعا انت مش هتتعبي فيها. انا طبعا ايدي طبعا على طول في كل يوم لازم امسحه، حتى بعد كل اكلة كده لازم بالفوطة تمسحي مكان ما عملت الاكل عشان ما تتعبيش. يعني حتى لو تلاحظوا ان البوتاجاز مش وسخ للدرجة اللي هي يعني، بس الخلطة دي هتديله لمعان، وهتخليه زي المراية. هوريهولكم دلوقتي. شايفين النتيجة اه. بسم الله ما شاء الله. شايفين اللمعان؟ وخلطة بسيطة ومتوفرة في بيتك ومش مكلفة، وممكن تشتري منظفات من بره ما تديكش نفس النتيجة. طب وليه؟ حاجات كده اقتصادية في بيتنا. وادي بوتاجازي، وادي معلقي وشوكي وسكاكيني زي المراية، عاملين زي الفضة بالظبط اهو. وادي فيديو النهاردة، يا رب يكون عجبكم. وان شاء الله كده تشتركوا في قناتي وتنوروني تقولي رأيكم ايه في الفيديو. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، طبخات ووصفات ام يوسف.